قماش واحد كان بيلبس جيوش إمبراطوريات كاملة. تخيل معايا مدينة مصرية كانت بتصنع الملابس للجيش العثماني، وفي نفس الوقت فيها سلم قصر صمد 111 سنة بدون خدش واحد. مدينة فيها بشوات بقلوب من ذهب ومصانع بتصدر للعالم كله. مدينة اسمها كان على كل لسان. يلا نبدأ حلقتنا وبرنامج اخترنا لك مع رنا العزايزي. ملاوي بلد البشوات والصناعة. النهاردة هاخدكم في رحلة بين قصور الفخامة ومصانع العظمة، وهحكي لكم ازاي مدينة واحدة جمعت بين الفخامة وحياة الترف والعمل والاقتصاد القوي، وسابت إرث لسه بنحكي بيه لحد النهاردة. قبل ما نحكي عن القصور لازم نفهم حاجة مهمة جدا. ملاوي ما كانتش مجرد مدينة بشوات وقصور، دي كانت مدينة شغل وإنتاج، كانت عاصمة صناعية حقيقية، ومصانعها كانت بتنافس أكبر المدن. القصة هتبدأ من هنا. في مكان مجلس مدينة ملاوي الحالي كان واقف مصنع ضخم، مصنع أقمشة، كان بينتج قماش اسمه قماش المالطي. ده ما كانش قماش عادي، ده كان القماش اللي بيتصنع منه ملابس الجيش العثماني. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ان جودة المنتج المصري كانت بتنافس العالم. ولو انتوا فاكرين ان دي كل حاجة في ملاوي تبقوا غلطانين. ملاوي كان فيها مدبغة ضخمة للجلود. المدبغة دي كانت بتصدر الجلود للقاهرة اللي هي العاصمة، وكانت متخصصة في نوع من الجلود، نوع فريد ومميز، جلد بجودة عالية، معروف في كل مصر باسم المدينة. للأسف المدبغة اتهدمت، لكن الاسم لسه في الذاكرة. ملاوي كمان كانت مشهورة بحلج القطن، كان فيها محلجين ضخمين للقطن شغالين ليل نهار. واحد منهم كان غرب مدينة ملاوي، واللي اتسمى باسمه الشارع لحد النهاردة، شارع الحلاجة. لكن للأسف برضو المحلجين اتعطلوا واتباعوا، وضاع مجد الصناعة دي. تفتكروا ملاوي اكتفت بالصناعات دي؟ الإجابة لأ. في جنوب المدينة كان واقف مصنع من أعظم المصانع، مصنع السجاد والكليم. المصنع ده كان بيصدر إنتاجه لكتير من دول العالم، وفرش المساجد الكبرى في مصر بالسجاد والكليم. تخيل تكون واقف بتصلي في إحدى الجوامع الكبيرة والسجادة اللي تحت رجليك مصنوعة في ملاوي. لكن زي كتير من الحاجات الحلوة اللي ما استمرتش، المصنع ده كمان اتعطل وضاع معاه الفن ده. لكن علشان ملاوي مدينة صناعية من يومها، ونقدر نقول عليها المدينة التي لا تنام، هنلاقي فيها مصانع لحاجات تانية كتير، زي مصنع السكر، مصنع العسل الأسود، مصانع المياه الغازية، مصانع الثلج، مصانع المكرونة. ملاوي ما كانتش بتنام، كانت خلية نحل شغالة، كل واحد فيها عنده شغله، وكل مصنع بيضيف للمدينة، لأن الصناعة والتجارة كانوا مازالوا روح ملاوي. بشوات يا ملاوي أو بلد البشوات، من هنا وللسبب ده ملاوي أخدت الألقاب دي. ملاوي كان فيها كم هائل من البشوات والقصور، وده اللي خلاها بلد البشوات. هنتعرف على الأشهر منهم. ومن أهم العائلات اللي استقرت في ملاوي آل سيف النصر، واللي العزبة المسمى باسمهم موجودة لحد النهاردة، وكان ليهم بصمتهم الواضحة في ملاوي. وهنبدأ بسيف النصر باشا. كان عمدة ملاوي وفضل في المنصب ده 7 سنين، وكان مثال الاستقامة والنزاهة وصيانة الأمن العام. وعشان نزاهته وأخلاقه النبيلة كافئوا الخديوي عباس حلمي باشا التاني ومنحوا رتبة البشوية، وهو كان صاحب أول لقب للبشوية في عيلته، وكان عضو في الجمعية العمومية عن مديرية أسيوط. كان راجل مؤثر وصاحب كلمة. يجي من بعده ابنه عبد المجيد باشا سيف النصر، رجل الخير والأعمال الخيرية، صاحب القلب الكبير. بنى قصر سنة 1914 في قلب ملاوي، قصر فخم مهيب
القصر ما كانش مجرد بناء، كان تحفة معمارية، والدليل سلم القصر اللي صمد 111 سنة بدون خدش واحد. القصر ده يعتبر شاهد حي على حرفة ومهارة اندثرت من زمان. لما تعدي قدام القصر النهاردة هتحس بصمت بيصرخ، صمت بيحكي عن جمال مفقود وفخامة تاهت. لكن عبد المجيد باشا ما كانش لوحده، كان في أخوه عرفان باشا سيف النصر، واللي كان برضه عمدة من عمد ملوي. بنى قصر ليه ولكنه اتهدم، وبنى جامع باسمه موجود لحد النهاردة في الشارع اللي برضه باسمه لحد النهاردة، شارع وجامع العرفاني. وكمان أختهم حياة النفوس هانم، رمز الوجاهة والرقي، كان ليها قصرها الفخم، بس للأسف برضه اتهدم وتم بيعه. لسه الحكاية ما خلصتش، البشوات كتير والقصور أكتر. في الحلقة الجاية هنكمل قصص القصور والبشوات، والأهم إننا هنعرف إزاي الدم الملكي ليه بصمة في ملوي. استنوني في الجزء الأخير لحكايات ملوي. أتمناكم بخير، خالص تحياتي.